قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا أمارات ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم إشعار بأي وصفات أنا بنزلها. يلا بينا بقى نستغل الأيام اللي احنا فيها دي ونعمل أحلى حلا مانجا بجد. يعني بصوا، سهل جدا موفر جدا بسيط جدا مبياخدش وقت اطلاقا. عايزه اقول لكم حلو قوي فعلا والله، يعني انا مش بهزر، هو فعلا حلو جدا وسهل. احلى حاجه في ان هو سهل مفيش بياخدش وقت اصلا. المهم في الوصفه دي مش هنكتر عليكم يعني. هنحتاج مانجتين بس، المانجا دي كانت في التلاجة. ضربنا المانجا دي طبعا وهي متلجة، وحطينا على نص كوبايه ميه وعصرة نص ليمونه وحوالي معلقتين سكر وضربناهم في الخلاط وسيبنا المانجا دي في التلاجة. المهم هنجيلها بقى بعدين، هنيجي لتاني خطوة، هنجيب الكريم شانتيه، هنجيب كيسين دريم من الكريم شانتيه، كيسين دريم يعني كريم شانتيه، هنحطهم في البولة القمر بتاعتنا دي. هنحتاج كوباية مية فيها قطع تلج، لازم قطع تلج او مية متلجة عشان قوام الكريم شانتيه معانا يكون مظبوط. المهم هنجيب المضرب القمر بتاعنا ده، هنقعد بقى اضربه براحتكم بقى يعني لغاية اللي هو ما تزهقوا. المهم حوالي ربع ساعة او تلت ساعة نضرب فيهم لغاية ما يبقى معانا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. شايفين عامل منقار كده وما بينزلش حرفيا من المضرب. المهم تاني حاجة هنجيلها، هنجيب بقى نطلع المانجا اللي احنا كنا حاطينها في التلاجة. هناخد من الكمية اللي احنا عملناها كوبايتين من المانجا، هيفضل معانا نص كوباية مانجا. هقول لكم هنعمل بيها ايه بعدين. المهم نحط كوبايتين من المانجا هنا زي ما انتوا شايفين. هنرجع بقى نجيب المضرب بتاعنا ونضرب بقى كل المكونات دي بعد ما ضفنا المانجا. وعايزه اقول لكم بجد يعني يا جماعه احنا خلصنا، مفيش حاجه والله سهله قوي. انا بجد ما يعني ما شفت، انا ما عملتش حاجه في حياتي سهله كده بجد. المهم هنضربهم بقى لغايه يعني ما يندمجوا كويس، وهنجيب المعلقه بتاعتنا نقلبهم تقليبه كده عشان لو في حاجات يعني لو في لسه في مانجا ما اندمجتش مع الكريم شانتيه او كده يعني. هنجيبه بقى على جنب، هنجيب الكاسات بتاعتنا. انا طبعا يعني كان عندي بسكوت كده فحطيته كده من غير اي اضافات، انا اساسا ما كنتش هحطه، يعني انتوا عايزين تحطوه براحتكم مش عايزين براحتكم برضو، رغبتكم يعني انتوا عايزين اعملوه، بس يعني كان حلو بصراحة. المهم ممكن تحطوا البودنج ده في كريم في كيس قصدي حلواني وتفضوا في الكاسات. الكمية دي عملت معايا 6 كاسات من اللي انتوا شايفينهم دول، من اللي انتوا شايفينها دي يعني شايفين الكاس ده عملت معايا من الكاس ده 6 كاسات. المهم انا حطيت بالمعلقه كده وسويت كده، جبت سكينه بصراحه سويت بيها بس ما صورتش يعني. المهم يعني نكون سايبين حاجه بسيطه كده، يعني ما نملاش الكاسه قوي بصراحه، انا كنت غلطانه هنا، ما نملاش الكاسه قوي عشان نعرف نحط بقى المانجا. شايفين نص كوبايه المانجا اللي كانت معانا هنحط منها على الوش كده على الكاسات من غير اي اضافات خالص. وهنزينها وهنزينها زي ما انتم شايفين كده. هنسيبها في التلاجة حوالي ساعتين 3 ساعات، تحطوا تعملوها بالليل وتقوموا تاكلوها الصبح. عايزه اقول لكم حلوه قوي بجد يا جماعه، مفيش ابسط من كده. اتمنى تجربوها، مش مكلفه، ما بتاخدش يعني وقت كتير، مكوناتها بسيطه وبس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.